إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير التلميذ البركة على جميعنا آمين. فلما اجتمع جمع كثير أيضا من الذين جاءوا إليه من كل مدينة كان قال بمثل خرج الذال ليزرع ذرعه فيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فانداث أكلته الطيور، وسقط آخر على سخ فلما نبت جف لأنه لم تكن له رطوبة، سقط آخر في وسط الشوك فنبت معه الشوك وخنق، سقط آخر أرض جيدة فلما نبت صنع ثمرا 100 ضعف. قال هذا ونادى وقال من له أذنان لسمع فليسمع. وكان التلاميذ يسألون ما هذا المثل، فقال لهم أعطي لكم أن تعلموا أسرار ملكوت الله، أما الباقين فبأمثال حتى أنهم مبصرين لا يبصرون والسامعين لا يسمعون ولا يفهمون. وهذا هو المثل الزرع هو كلام الله، والذين على الطريق هم الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس فينزع الكلمة من قلبهم لئلا يؤمنوا فيخلصوا. والذين على صخر هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمة بفرح، وهؤلاء ليس لهم أصل فيؤمنون إلى حين، وفي وقت التجربة يرتدون. والذي سقط بين الشوك هم الذين يسمعون فيختنقون منهم الحياة وغناها ولذاتها ولا يثمرون ثمرا. أما الذي سقط في الأرض الجيدة هم الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر. بسم الله والابن والروح القدس واحد امين. ربنا بيكلم الشعب عن مثل الزارع، وقال لهم مثل بذرة وقعت على صخرة ما جابش نتيجة، وبذرة وقعت على الطريق خدتها الطيور، وبذور وقعت في الأرض الجيدة جت بأثمار 30 و60 و100. قالوا له بتتكلم ليه بالأمثال؟ قال لهم علشان انتوا بتفهموا أسرار ملكوت السماوات، لكن الناس الباقيين ما بيفهموش. قالوا ايه فيها سر دي؟ يعني عاوز فهم. يعني ايه الكلمة اللي تقع على أرض جيدة، البذرة اللي تقع على أرض جيدة تجيب ثمر 100 ضعف؟ يعني ايه؟ يعني الكلمة اللي تقع في قلب صالح تجيب نتيجة. طب دي عاوز فهم، ما مفهومة. بتقول ان البذرة اللي تقع على أرض صخرة على صخر ما تعرفش تنبت، والكلمة اللي تقع على قلب عامل زي الصخر مش هتجيب نتيجة. طب هي ما فاهمين؟ امال فين اسرار ملكوت السماوات؟ بتقول ان الكلمة اللي تقع وسط شوك وهموم العالم ولذاته تخنقها، والبذرة اللي تقع وسط الشوك تاكلها. طب ايه الفهم فيها دي؟ ما بسيطة. قال لهم اسرار ملكوت السماوات بسيطة مفهومة. هي ايه؟ المنسحق، المتضع، الوديع، ايا كان نوع يرث ملكوت السماوات. هو ريس ولا مرؤوس لازم يبقى وديع. عجيب الكتاب لما يقول اخضعوا لكل ترتيب بشري في الرب. ايه ده؟ يعني واحد من البلد اي كلام، من عيلة اي كلام، بيجي مدير امن اخضع له. انا وهو كنا مع بعض في المدرسة، وهو من عيلة اي كلام وانا من عيلة تمام، وهو ما عندهوش وانا عندي، ربنا عمله مدير امن اخضع له. اخضعوا، هو سر ملكوت السماوات. قال لهم مفهوم، هو سر ملكوت السماوات الخضوع. ده في آية تانية يقول اخضعوا للرؤساء ليس الصالحين المترفقين فقط بل العنفاء أيضا. واحد من الشعب وبيجي قسيس، تروح تقول ده بيجي قسيس؟ يا عم ما تخضع له، مش بيجي قسيس. كل ترتيب بشري في الرب، كل ترتيب بشري في الرب. قال لهم بتقولوا انكم فاهمين وأسرار ملكوت السماوات أعطي لكم أن تفهموا أسرار ملكوت السماوات،
وسر ملكوت السماوات الخضوع، السجود، الوداعة، الاتضاع، الانسحاق. واحد غني، فقير، ولد، بنت، كبير، صغير، كيان من غير كيان، ريس، مرؤوس، وزير، غفير، كله عاوز خضوع. واللي ياكل على درسه ينفع نفسه. يجي بعد ما يقول من له اذنان للسمع فليسمع ما يقوله. من له اذنان للسمع فليسمع، اللي عنده ودان يسمع بقى. ابتدى ربنا يسوع المسيح بالخضوع في الكنيسه، وبنى الكنيسه على الخضوع، ويعلمنا رجاله الكنيسه كل ما تحصل دوشه اجري روح له واخضع عنده. على رأي واحد قال لي، كررتها كتير، قال لي معي مراتي 100 متجوزين لنا حوالي 30 سنة. قلت له ايه 100؟ قال لي هي وجايه من بيت ابوها جابت معها اكليل شوك، صورة اكليل شوك. قلت له بعدين؟ قال لي كل ما اقول لها كلمة القاها ما قاعدة عندي اكليل شوك هناك. في حد من الولاد نجح تروح عند اكليل الشوك تقول له شكرا. في حد من الولاد ما توفقش تروح عند اكليل الشوك تبكي. قال لي عايشه لي هناك على طول. الله 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 يا صاحبي، هذا هو الطريق اللي هو ايه؟ خضوع، سجود. ربنا علمهم، قال لهم كل ما تحصل مشكله تعالوا في الكنيسه واخضعوا. واول ما تجد في الكنيسه انتهى كل الموضوع. هم في البحر وهو راح نام، واللي ينام هينام في القاع تحت. ولما هاجت الدنيا قاعدين يدوروا عليه، قال لهم وهو تحت هم فوق تعالوا لي انزلوا. بص يا صاحبي، غالبا مشكلتي اني مش عاوز انزل، متمسك بكياني، متمسك بوضعي، مش عاوز انزل. اول ما تنزل تتحل المشاكل، اول ما تنزل تخضع الاسود، اول ما تنزل اتحل الموضوع. وعدم حل الموضوع سببه راحوا له قالوا له اما يهمك اننا نهلك؟ فقام بعد ما نزلوا له بقى، هم قاعدين فوق قاعدين يجدفوا ما جابوش نتيجه. الذكاء لا يكفي، الكيان لا يكفي، اصل الموضوع الخضوع. أعطي لكم أن تفهموا أسرار ملكوت السماوات. سيبك من وضعك أنت مين، وسيبك من عيلتك أنت مين، سيبك من كيانك أنت مين، سيبك من أموالك مش هتخلصك، ولكن اللي يخلصنا كلنا إكريروس وشعب، غني وفقير، ولد وبنت، كبير وصغير، غفير ووزير. أعمل إيه؟ أسجد في الكنيسة أقول يا أبانا الذي في السماوات استرها علينا يا رب. الراجل العشار والفريسي، الراجل العشار دخل الكنيسة أو وقف يصلي ولم يشأ أن يرفع رأسه للسماء، وقال لربنا أنا مكسوف منك، أبص فيك إزاي، في عينيك إزاي؟ وقرأ سطره وقال اللهم اغفر لي أنا الخاطي، وخرج مبررا. أما الرجل الفريسي وقف يقول له أنا لست مثل باقي الناس العشارين الخطاة الزنا، وأعشر مرتين في الأسبوع، وأعشر كل ما أقتني، وصمك مرتين في الأسبوع، الأربع والجمعة ولا أي حاجة تاني مش عارف. ونزل مدان، وأحد الآباء القديسين يقول صلي مع العشار لئلا تدان مع الفريسي. تصوروا يا جماعة أحيانا نصلي بعجرفة، مش معقول، مش معقول صح. وربنا يقول أسرار ملكوت السماوات مش الصلاة. ما كل الناس بتصلي، ده حتى القطط يقولوا بتصلي. القطة لما تعمل فايبريشن زي كده يقولوا بيصلي، لكن لو شمت لحمة تقوم لها على طول هي تصلي. لكن لو شمت لحمة مش مهم الصلاة، ولكن المهم بانسحاق كالصلاة بتاعت
فقال لهم أول ما الدنيا تهيج والناس تقوم والأمواج تضطرب وتهيج، تعالوا لي انزلوا لي. فقام بعد ما نزلوا له وانتهر الريح وقال للبحر اسكت والأمواج ابكمي. باللفظ بتاعنا، سامحني يا رب لا مؤاخذة، باللفظ بتاعنا يعني اخرسي. ايه ده؟ ايه السلطان ده؟ اخرسي. فصار هدوء عظيم وتعجب الجموع والتلاميذ، من هو هذا؟ حتى ان البحر والامواج بتطيعوا. قال لهم مش الموضوع ان السلطان سلطاني هو كده، ولكن امتى اتمم هذا السلطان؟ حتى على الطبيعه لما تجوني وتنزلوا لي وتسجدوا لي والموضوع يبقى خلص. واكد ربنا يسوع المسيح هذا المبدا، نبدا الانسحاق في الاكليروس في داخل الكنيسه قبيل الامه في يوم خميس العهد، وقبيل الفصح ما يعمل الفصح، وجمع هو بيعمل الفصح وجمع تلاميذه القديسين واتزر بمن شفى وقال لهم تقولون اني انا المعلم والسيد حسن قلتم، وغسل ارجل تلاميذه القديسين وقال لهم ان كنت انا المعلم والسيد اغسل ارجلكم يجب ان يغسل كل منكم ارجل الاخر. ولما بطرس الرسول قال له على العفو العفو ما تغسلش رجليا، قال له لا يكن لك معي نصيب، الشرط بتاعي انك توطي راسك. وبعدين يا جماعه في القصه دي بتاعت وطي راسي، وبعدين معظم مشاكلي خليها في نفسي، معظم مشاكلي ما بوطيش راسي. افتكر لما كنا بنعمل الاستراحه الشرقيه دي وطلع فيها فنطاز ميه اثري وقامت الدنيا ما قعدتش، وجبت وقت الاثار المصري والاثار الاسلامي القبطي والدنيا قامت ما قعدتش، وانا اتغصت قوي، كل الناس واقفه. قلت يعني راس حتشبسوت. كان جنبي المقدس ملاك ربنا ينيح نفسه، راح عمل لي بيدك لي ابقى زعق بكره. طب ما صح، ما توطي راسك ها. وبقت مشكله. معظم مشاكلنا الكنيسه مبنيه على الانسحاق، ورجال الاكليروس في الكنيسه مبنيين على الانسحاق، واذا وجد واحد منا غير منسحق فخارج الخط وخارج الطريق، لكن هو انسحاق. وكل سلطاننا اللي بناخده من ربنا يسوع المسيح بالانسحاق، واذا انسحقنا يعطينا سلطانه، وان لم ينسحق ينزع مننا سلطانه. يبقى الواحد شكله بس كده، لكن سلطان ربنا يدهنا بالانسحاق. على رأي القديس ابو مجال الكبير قال الاتضاع او الوداعه باب الملكوت، ومنه يدخل الاباء الى هناك، باب الملكوت. ولكن مين اللي بيحط فينا العجرفه والكبرياء؟ الشياطين تروح تقول لي حقك روح اتخانق مع المحافظ عشان مش راضي يبني لك كنيسه. ايه ده؟ احنا نتخانق مع المحافظ؟ لا. واتخانق ليه طيب؟ امال المذبح ده موجود يعمل ايه؟ انسحق على المذبح. كان بيجينا قرار ازاله زمان، افتكر يعني حوالي 20 سنه كان يجينا قرار ازاله كده. احنا في الهيكل هنا بنحط من الناحيه دي نرحم الترحيم، ومن الناحيه دي عشان الناس ينجحوا ويكسبوا كده. فكنت اجيب قرار الازاله واحطه له على ناحيه الترحيم، كنت ارحم له عليه 3 سنين ومن غير مشاكل ولا خناقات. وبعد ال3 سنين زال. مين زال؟ صاحب القرار. لكن ارض ايه اللي نزلها؟ ده كلام برضه ما ينفعش، زال هو. الكنيسه مبنيه الارواح الشياطين بيحطوا فينا روح العجرفه وحقك، والكلمه اللي قالت لك ردها، وما تسيبش حد يسبك، وما تخليش حد ياخد عليك، بيضحك علينا. عشان كده مجنون كرة الجدريين اول ما شاف ربنا يسوع المسيح انزعج، لان اللي يخلصنا من الشياطين ربنا يسوع المسيح.
والجسد والدم والآثار الإلهية، انزعج وقال له مالي ولك يا يسوع ابن الله. الشياطين عارفينه. أطلب منك ألا تهلكني. وكان هذا المجنون من كثرة الشياطين، وربنا يسوع المسيح قال له اسمك ايه؟ قال له لاجئون، شياطين كتار قوي. كان لا يلبس ثياب ويمشي في المجابر وما يقعدش مع الناس، ويجيدوه بسلاسل ويقطع السلاسل من كتر العجرفة بتاعت الشياطين. وهذا هو حال الإنسان اللي تعمل فيه الشياطين حتى لو حطوا له سلاسل. وربنا يسوع المسيح أمر الشياطين تدخل في الخنازير، وبعد شوية لقوا الراجل اللي عليه الشياطين قاعد عند قدمي، برضه بالانسحاق، عند قدمي ربنا يسوع المسيح، عاجل صاحي متزن رزين. لا يمكن أن نغلب الشياطين إلا بالانسحاق. قديس العظيم الأنبا أنطونيوس شاف الشياطين، شباك الشياطين منصوبة في البرية، فتأوه وتنهد. مين يا رب يخلص؟ من يخلص من كتر الشياطين دي؟ قال له المتضعون يخلصون يا أنطونيوس. ربنا يرحمنا. أحيانا حتى احنا في الكنيسة الواحد يكون في حاجة ما عملوهاش الشباب يقول مش قلت يا عم؟ مش كده، مش كده. مرة قلت كل واحد فينا فيشة وبريزة، تطلع الفيشة من البريزة كل واحد منا ينام هوريزونتال كده، وانتهينا. والفرق بين الإنسان الحي من الإنسان الميت الشرايين. الإنسان الحي فلسيتنج كده بينبض، والإنسان الميت ما بينبضش. كلنا فيشة بريزة، تطلع الفيشة من البريزة. يبقى علامة العجرفة والكبرياء. لا يمكن أن نحارب الشياطين إلا بحاجة واحدة بس، بالانسحاق. ولما خر وسجد لربنا يسوع المسيح خافت الشياطين ولا تخاف إلا من ربنا يسوع المسيح. محدش يقدر يخوف الشياطين أبدا إلا ربنا يسوع المسيح اللي هدم الشياطين. وبعد ما خرج الشيطان، تعرف يا جماعة لما واحد فينا يكون غضبان وبيزعل كده، بص في المراية تلاقي باسم الصليب الجوي زي المجنون. وأول ما تزيل الحركة وتروح الحكاية دي تبقى الواحد فينا عاجل. واحد فينا عاجل. سر ملكوت السماوات العاجلين هيدخلوه. الغفير والوزير والغني والفقير والولد والبنت والكبير والصغير. هو السر. مش عاوز فهم، مش عاوز فهم. موضوع مش محتاج فهم. ده ربنا يسوع المسيح دخل له ريس اسمه يايروس وخر قدامه وقال له معايا بنتي 12 سنة وتعبانة على الموت، وهو الريس بيكلمه دخلت نازفة الدم وبتنزف دم من 12 سنة، وأنفقت كل أموالها على الأطباء، وراحت قالت أمس هد بثوبه. هد بثوبه يعني أنزل تحت. الريس بيسجد والست بتسجد، وده 12 وده 12، وده سر ال 12. 12 سبط، 12 تلميذ، 12 رسول دلوقتي ممثلين في الآباء الأب البطرك والآباء الأساقفة، وبهم الخلاص بعد السجود. قال لهم مفهومة حكاية. كل ما افتكر ياه، ده الواحد فينا لو فكر اليوم كم ساعة متعجرف كتير. تصور أنا بتكلم على نفسي، صور كتير. مش قلت تعمل دي ما عملتهاش ليه؟ أحيانا أنا عن نفسي، ما خلينا في نفسي يعني، أقول واحد إيه، قلت لك 3 مرات أعمل إيه فيه؟ باسم الصليب الجو، باسم الصليب الجو. شغل شياطين،
ليه؟ عشان يفقدون الحياة الأبدية. ده القديس يوحنا الدرجي يقول علينا احنا: إلى متى تعزي نفسك بلبس السواد يا أخي؟ طب أنت راهب يعني؟ أنت كاهن يعني؟ إلى متى؟ ده أيضا يتكلم علينا احنا الرهبان، يقول: كثير من الناس نجوا من بحر العالم وغرقوا في ميناء الرهبنة. حوش يا رب، حوش. الموضوع محتاج انسحاق بس، الموضوع محتاج انسحاق بس، وانتهى الموضوع. الرجل الريس دخل بال12 بعدد ال12 يسجد، والست نازفة الدم اللي من عامة الشعب اللي الخطية بتنزف في دمها وخلصت عليها دخلت برضو من 12 سنة وتسجد عند هد بثوبه. والست نازفة الدم بتكلمه، وجوله الجماعة بتوعته قالوا له: لا تتعب المعلم عشان بنتك ماتت. قال لهم: ما عنديش موت، الموت ده في يدي والحياة في يدي والاتنين معايا، تعال نروح. وخد الراجل الريس وراح بعد الست ما شفيت، وخد الراجل الريس وراح لمين؟ شاف مين الأول؟ شاف الست. وبعد كده راح للريس، ولا عنده كبير ولا عنده صغير، الاتنين بالنسبة له واحد، لا عنده غني ولا عنده فقير، الاتنين بالنسبة له واحد. المقبول في ملكوت السماوات الإنسان اللي بيوطي راسه بس: يا ربي الوقت بتاع القداس، يا بس اعمل اللي تعمله، كل اللي تاكله، اشرب اللي تشربه، صيف في اليونان، روح لندن، روح امريكا، تولد في امريكا كانوا ليه زي ما بيعملوا، اعمل اللي تعمله بس انسحاق. وان شاء الله تقعد في داخل مصر وتاكل الحصرم من غير انسحاق، مفيش ملكوت السماوات يا حبيبي. ده مرة واحدة من إخوة الرب رمت لي الفلوس في وشي، في ناس كتير مساكين ومتعجرفين، مش عارف، قلت لها: مش هديكي، علشان كانوا كلهم 50 جنيه، علشان قالوا إنك أنت كذا يعني. فراحت رمتهم في وشي، قالت لي: خد ربنا يغنيها عنكم. طب ما ليها حق، بس مش ليها حق يعني، ما مسكينة لكن متعجرفة. كل واحد ودخل قال لهم: ما عنديش موت، مع الناس المنسحقين اعمل كل حاجة، الموت في يدي. ودخل علشان يبين سلطانه اللي جاي من انسحاق الريس وعظمة هذا الريس، مش في انه ريس، في انه هو منسحق. وقال: لم تمت الصبية لكنها نائمة. يقول الكتاب: فضحكوا عليه، يقول لما ماتت لم تمت الصبية. وأخذ معاه يعقوب ويوحنا وبطرس، ممثلين للكنيسة اللي بهم الخلاص، وأب البنت وأمها، ومسك يدها وقال لها: يا صبية قومي. وإيه سر قيامة هذه الصبية؟ انسحاق الريس. شفتوا يا جماعة؟ إيه رأيكم بقى في الكلام ده؟ إحنا اللي سامعين الكلام ده دلوقتي، إيه رأيكم أنا وأنتوا؟ أنا بتضايق خالص لما بلاقي حد من الآباء بيعمل كده، سواء كان كاهن ولا جسيس ولا ممكن يبقى الشيطان اشتغل. أول ما يجي لك فكر يقول لك إيه؟ اعمل في فلان كده، ده شيطان. بيعمل كده ليه؟ مش عشان تاخد حقك، عشان يضيع لك الحياة الأبدية. خليك ناصح يا راجل، يا راجل خليك ناصح، سيبك من الكلام ده. ليس لنا نصيب على هذه الأرض، ولكن نصيبنا فوق. ده ربنا حطتنا هنا في الأرض عشان نكون مسيح، نور، ملح. وعلى البيعة اشتغل قسيس، وعلى البيعة اشتغل دكتور، وعلى البيعة اشتغل وزير، وعلى البيعة اشتغل غفير، وكله عنده واحد يقول: كن أمينا في القليل. إيه القليل بتاعك يا رب؟ الغفير والوزير، القسيس والشعب، كله قليل بالنسبة لي. كن أمينا في القليل يهمك على الكثير. قالوا له: إيه المشكلة يعني في إن زرعة وقعت على الأرض وعلى الصخرة ما عملش؟ عاوز أفهم يعني
وايه المشكله يعني انه كلمه في قلب كويس جاب الثمار في قلب مش عاوز افهم يعني. امال بتقول لنا اسرار الملكوت؟ فين اسرار الملكوت؟ اسرار ملكوت السماوات مفهومه. الانسان البسيط، الانسان المنسحق، الانسان الوديع، الانسان الوديع. تعلموا مني وديع متواضع القلب تجدوا راحه لنفسكم، هو اللي يرث ملكوت السماوات، وهذا هو سر ملكوت السماوات. وإلهنا المجد دائما بديا آمين.